العاصمة الكينية نيروبي وعلى أرضية ملعب كاسراني. تتجه الأنظار إلى مواجهة نارية بين المنتخب المغربي المحلي ونظيره الكيني ضمن منافسة بطولة الشان. المنتخب المغربي يدخل اللقاء بثقة عالية بعد فوزه المقنع على أنغولا بهدفين دون رد، ليتصدر المجموعة الأولى ويبعث برسالة واضحة: نحن هنا من أجل اللقب. الحمد لله تأتلنا 3 بوان في الماتش الاول، والفوز الاول في اول ماتش ليك في البطوله تيخليك تكونسونطر على الماتشات الاولين. حنا غنزيدو نخدموا ان شاء الله باش يتأتل لنا الفوز الثاني ان شاء الله على البلد المنظم، وان شاء الله ما يكون غير الخير. اما المدرب طارق سكيتيوي فيعول على الانسجام التكتيكي والصلابه الدفاعيه وعلى الروح الجماعيه التي ميزت اداء الاسود في الجوله الاولى. لكن الخصم هذه المرة هو منتخب كينيا المستضيف والمدعوم بجماهيره الغفيرة، ما يجعل المواجهة اختبارا حقيقيا لقدرة الأسود على الصمود تحت الضغط. هادشي اللي يخلينا متحمسين اننا نوجدوا المباريات المقبله ان شاء الله، ونحاولوا نكونوا احسن من المباراه اللي فاتت ونقدموا مستويات افضل. وديما لوبجيكتيف ديالنا الاول هو ان شاء الله نحضروا لاكوب المغرب ان شاء الله ونفرحوا جميع المغاربه. اما اللاعبون فيدركون حجم التحدي ويؤمنون ان كل مباراه هي خطوه نحو الحلم الكبير، حلم التتويج القاري. فهل ينجح أسود الأطلس في ترويض نجوم كينيا وسط نيروبي؟ كل شيء سيتضح يوم الأحد في مواجهة لا تقبل القسمة على 2. لا تنسوا الاشتراك والضغط على زر الإعجاب لتبقوا دائما في قلب الحدث.